طبعا هنا طلع لي مشكله ان المنتج بتاعي اتغير تماما، وده مش انا عايزه. يعني احنا دلوقتي موصلين الريفرنس بتاع المنتج بتاعنا ومطلع لي منتج غير المنتج دي. فازاي نحل المشكله دي؟ بمنتهى البساطه، هتبدا تخش على نقطه السيتنج دي وتبدا تخش على برومت اديتور. دي لازمتها ايه؟ باختصار شديد، هو ده جيميناي بتاعك او شات جي بي تي بتاعك. بدل ما تروح لشات جي بي تي وتبدا تقول له لا عدل لي على النقطه الفلانيه اصل المنتج مش مظبوط، ما توصفليش المنتج، لا، بمنتهى البساطه هتبدا تقول له هنا اهو انا عاوز المنتج بتاعي يكون هو نفس الشكل وما تغيرش التفاصيل بتاعته. فبيبدا ان هو يعدل على البرومت اللي انت مديهوله، وبيزود وبينقص على حسب اللي انت عاوزه. فبدل ما تروح لشات جي بي تي وبدل ما تروح لجيميناي، دي اوفر لك بكتير جدا. حتى ممكن تعمل انهانس برومت ان هو يظبط لك البرومت اللي انت حاطه بشكل كويس. بعد كده هندوس ابلاي برومت وتعالى نشوف النتيجه مع بعض. بالشكل ده حل لي المشكله وظبط لي الاضاءات وظبط لي المنتج بتاعي واداني نتائج انا كنت محتاجها، نفس المنتج نفس كل حاجه وظبطها لي. فدي اوفر لك جدا من شات جي بي تي، ودي اوفر لك جدا من جيميناي. بدل ما تروح كل شويه تدي برومت وتاخد برومت كوبي وتجيبه هنا بيست، فده بيخلص لك الدنيا بمنتهى البساطه. انا علي منبوذيا، اي اي سبيشالست وار دايركتور، وانت لازم تبقى عامل لي فولو، وما تنساش تعمل لي سبسكرايب